وده السبب اللي خلى شركات بروكر كبيرة تقفل. خلال سنة 2023 شركات بروكر كتيرة فتحت وقفلت بسرعة بسبب وقوعهم في 4 حاجات. أول حاجة، بتصرف فلوسك من غير رؤية واضحة، وده أسرع طريق للفشل. تاني حاجة، سوء إدارة الكاش فلو. مش مهم يكون في مبيعات كتيرة، لكن لازم يكون عندك كاش يغطي التزاماتك. تالت حاجة، خلط مصاريفك الشخصية بالشركة. في ناس كتيرة بتسحب لحياتها الشخصية من خزنة الشركة، ودي مشكلة كبيرة جدا وكارثة كبيرة جدا. رابع حاجة، الإفراط في الصرف في حاجات غير ضرورية. من أول يوم بتلاقي نفسك بتصرف جامد في حاجات مش ضرورية على الإطلاق. الحل إيه؟ يكون عندك سيستم محاسبي متكامل يساعدك إن أنت تطلع تقارير وتقدر تدير البادجت بتاعك لأطول فترة ممكنة، وده هيساعدك إن أنت تقدر تحط خطة تساعدك على المدى البعيد وتقدر تستمر بالشركة وتوصلها لبر الأمان.